وعليك ألتجئ إليك ولا أخاف لا فراحتي لديك أتكل عليك ألتجئ إليك ولا أخاف لا فراحتي لديك أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته ولي بيتا جميلا بسمائك صنعته وضمنته لي ضمنته. برنامج قطار الحياة هو برنامج لكل الحياة. على مدار حياتنا بنلاقي أمور كتير شائكة ومحيرة بنحتار فيها. تابعونا في برنامج قطار الحياة، هتلاقوا ردود على كل حاجة محيراكم وعلى كل أسئلة مشككاكم في برنامج قطار الحياة. معانا النهارده الأخ ثروت فاضل. ازيك يا ثروت، عامل ايه؟ ازيك يا رانيا؟ مبسوطين ان انت معانا النهارده. تعيش. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الظلم. المرة دي عايزين نتكلم عن موضوع مهم جدا وكتير قوي ما بيبقاش قادر يعيشه، وهو موضوع الأمانة. فأنا عايزة أعرف ايه هو تعريف الأمانة؟ يعني ايه أمانة؟ يعني ايه أكون أنا شخص أمين؟ الأمانة تعرفها يعني لما نيجي نقول الأمانة يعني الثبات على الحق. لما تلاقي واحد كده تقول الشخص ده أمين. معنى إنه أمين يعني مش معنى إنه أمين يبقى قدامك أمين ومن وراك غير أمين، لا. والشخص الأمين أكتر حاجة عايزة اعرفيه في الخفاء واسألي عنه. واسألي عنه مثلا إيه؟ أهل بيته، الناس اللي بيتعامل معاها في الشارع أو في الشغل. لكن ممكن يكون أمين معايا مثلا في الكنيسة، وراجل يوم الحد ده ما بيسيبش الكنيسة والدكة بتاعته. بس في شخص كده بيبقى الدكة بتاعته دي مقدسة. أيوه. فهو أمين حتى على الدكة بتاعته، إن هو يقعد على الدكة بتاعته. لكن هل هو أمين بره زي جوه كنيسة؟ عايزين تعرفوا الناس كويس، اطلعوا بره. المعاملات كمان المادية أكتر، وفي بيته أكتر. بيته، سألوا مراته، سألوا أولاده. يبقى الأمانة تعرفها هي الثبات على الحق والاتكال. يعني اتنين حاجتين، شخص ثابت. كأنه زمان كانوا لما يجوا يعملوا البيوت كنت افتكر كويس يقول لك البيت ده مؤسس على ايه؟ على الصخر. يروحوا يعملوا ايه؟ يعملوا حاجة اسمها الخوازيق. لو الأرض طينية يروحوا جايبين مكن خوازيق ويروحوا عاملين خوازيق. يقول لك البيت ده ثابت. يجي زلزال زي القريب ده اللي فات ده، تيجي اي حاجه تلاقي البيت ثابت. الشخص ده ثابت مهما عفى عليه الزمن ومهما جه عليه من عوامل وجه عليه من مشاكل، لان احنا في العالم والعالم ده بيأثر فينا. فمهما تيجي له ظروف، حتى لو في ظروفه الصعبه، تلاقيه ثابت على كلمته. فيبقى اول حاجه ثابت على الحق. ما يروحش يشهد شهاده زور عشان خاطر محتاج من القرشين. أيوه. زمان كان في المحاكم في ناس قاعده قدام المحاكم كده عشان الشهاده، يروح ياخد واحد يديله قرشين، تعالى انا عايزك تشهد تقول تشهد معايا. دي شغلته ان هو ياخد قرشين. لكن الشخص ده لا، شخص امين. وعندنا شهادات كتير في الكتاب المقدس عن الامناء. طب عايزين قبل ما نشوف شهادات الكتاب المقدس عن اشخاص امناء، هل الامانه ليها ثمن
وليها مكافأة. طبعا اول حاجه الامانه يبقى في واحد امين مع الله، 2 امين مع الناس، 3 امين مع نفسه. في واحد قبل ما ينام يقعد يقلب ويعدل مع نفسه، عنده الروح القدس فعال، يقول لك انا حاسس ان انا اخطأت مثلا مع الاخ فلان، قبل ما ينام يتصل بيه يقول له خلي بالك انا ما كنتش امين معاك في الكلمه دي او في الموضوع ده او في الحساب ده او في الفلوس دي، ويرجع اللي اخده بغير قصد او بدون امانه، لان عنده ايه؟ عنده روح قدس فعال، زي ابره كده بتديله او زي المؤشر بتاع الجهاز. يبقى الامانه بحسب الكتاب المقدس، الكتاب المقدس يقول لك كن امينا الى الموت، الى الموت فسأعطيك اكليل الحياه، في رؤيا 2 عدد 10 يقول لك لا تخف البتة مما انت عتيد ان تتألم له به، هوذا ابليس مزمع ان يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام. حتى الضيق الله حدده، عملوا مدة صغيرة، قال له هيكون ليكم ضيق 10 أيام، يعني محدد. يعني ده ثمن الأمانة؟ هل ممكن يكون الضيق ده ده الثمن المدفوع لأجل الأمانة؟ ممكن يكون 10 أيام، ممكن يكون 10 سنين، ممكن يكون 10 شهور. أنا قصدي الضيق في كل واحد بحسب احتماله، لأن الله ليس بظالم، ما يجربناش فوق احتمالنا أو فوق استطاعتنا، لكن هو بيديكي على قوة احتمالك. ويقول لك كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. وعندنا في أمثلة بقى في الكتاب المقدس، يبقى دي مكافأة الأمانة. رب قالها كده، أعطيك إكليل الحياة. حتى لو ما خدتش حقك على الأرض ليك وقت، أنا هدي لك إكليل الحياة، ليك حياة. في لقا 16 في عدد 10 كان في شخص اسمه وكيل ظلم. الراجل ده كان وكيل عند شخص غني جدا، فصاحب القرن قال له جهز نفسك، انا هعمل ايه؟ هاجي في وقت واحاسبك. فقبل ما يحاسبه راح عمل ايه؟ قال لك كده كده انا ممكن احتاج الى رغيف خبز. فقعد بقى ايه اللي عليه مثلا دين كبير يشيل عنه الدين شويه، يخفف من عليه الاعباء، واللي عليه حاجه يشيلها له، لو شخص ليه ظروف صعبه او شخص عنده اولاد وراجل فقير. فالراجل ده حتى بعد كده راح مدحه، وجات الآية بتاعت لقا 16 عدد 10 الأمين في القليل هو أمين أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. فدي بتعلمنا الأمانة إن لها ثمن. طبعا الأمانة لها ثمن. وفي آية بتقول الأمانة مكلفة. أحيانا أنا أعرف ناس ممكن لما تيجي تنقل موضوع، يعني مفيش حتى أمانة في نقل الموضوع، يعني ممكن ناس تزود وتحط بهاراتها والفلفل والشطة زي ما بيقولوا على الكلام ويخربوا الدنيا. دي عدم أمانة. وفي ناس لما بتيجي تنقل موضوع بتنقله بتدقيق، وكأنه أنا بنقل الصورة كاملة وواضحة من غير أي تزييف. ده حتى دي ولو موضوع صغير لكن دي أمانة. الأمانة حتى في التعاملات في كل شيء. أختي أو لي أخ قال لي كلمة فأكون أمين، يقول لي خلي بالك الأمر ده سر بيني وبينك، دي أمانة، حفظ السر. فأنا لازم أكون أمين كأن الحاجة دي خاصة بيا أنا، واللي يضره يضرني، وكأن الموضوع بتاعه ده موضوعي. مش معنى إن هو قال لي الكلام بتاعه الخاص أو حياته الخاصة إن أنا أروح أفشي السر. دي عدم أمانة، وده الرب يحاسبني عليها، لأن أنا ما كنتش أمين في الحتة دي. وبما إني مش أمين في الأمر ده هتعرض أيضا لناس تاني غير أمناء. فخلي بالك من الحتة دي، كما تدين تدان. عدم الأمانة يوصل الناس دايما لحتة إن ممكن يخرب بيوت، يبهدل الناس بدون قصد. هو قال كلمة زيادة عن الموضوع. ولذلك خلي بالكم الأمانة مكلفة. افتكر أمانة يوسف
جوه السجن، وامانته في بيت فوتيفار وصله لفين. افتكر امانه دانيال، يقولوا ان دانيال لم يجدوا فيه عله الا في ايه؟ في شريعه اله. الراجل ده كان ماشي بامانه مع اله، لدرجه ان هم اتلموا عليه ومش لاقيين فيه عله، لم يجدوا فيه عله الا من جهه اله. شخص امين، وكان كل ما يمتد اليه ايديه ينجح، لدرجه ان الملك حزن عليه جدا وجري عليه ويدور عليه. وحتى وهو مرمي في جب الاسود يقول له: هل الهك الذي تعبده يا دانيال دائما الذي تعبده دائما قدر ان ينجيك؟ ويقول له ايه جمال في الحته بتاعته: هل الهك الحي؟ ويندى عليه بصوت اسيف. اسيف يعني حزين عليه، برغم ان ده ملك وثني، لكن احب دانيال لانه كان امين. فاحيانا حتى احنا وتعاملاتنا وسط العالم، انا بقعد كتير كده وبشوف ناس يقولوا: احنا بنحبوكوا عشان بنتعامل معاكوا عشان انتوا امناء. تيجي ناس كده تقعد معايا او بتتعامل معانا في اي حاجه، يقول: احنا بنحب ان احنا نتعامل معاكوا عشان بنلاقوا فيكم الامانه. فهل انا امين؟ امين في بيتي، امين في تعاملاتي في شغلي، امين مع الله في السر وامور الخاصه، امين في الخدمه كمان. في وقت الخدمه بدي ربنا وقته، بدي. واصعب شيء للانسان الامانه في العشور. لما يجي حد كده وتكلميه في العشور او اي حاجه، ولو كمان لو المبلغ كبير، ويقعد يراجع نفسه في الامر ده، تعرفي امانته في الامور دي خاصه بيه جدا. يبقى امانه دانيال خلته مع اله، وامانته مع اله مش لاقيين عله فيه. شخص امين، الا ان هو ما بيعبدش او ما بيسجدش للملك مثلا. زي مين؟ افتكرت دلوقتي الروح القدس فكرني بمين؟ هامان ومردخاي. مردخاي كان امين مع الهه لدرجه ان ما كانش بيسجد لهامان وهو داخل وهو طالع، لكن الله بذاته يطير النوم من عيني الملك. ملك احشويرش كان في هذا الوقت، وهامان يجهز ويعمل صليب ارتفاعه حوالي 6 ادوار بالظبط، حوالي 18 متر او 30 متر مش فاكر، حاجه زي كده. ويجهزه هو وبيته وولاده، ويروح يدبر لمردخاي، ويروح الرب مغير المشهد. اصل مردخاي ده كان امين مع اله. واحشويرش يقول لك: وطار النوم في هذه الليله من عيني الملك. يقول لك: ائتوني بايه؟ كتاب ايه؟ اخبار الايام. ويقعدوا يقصوا عليه يقولوا: خلي بالك يا سياده الملك، كان في 2 من الحرس او من الحرس الخاص اللي جوه القصر كانوا جايين يقتلوك في اليوم ده. لكن مين اللي قال لنا ومين اللي سمعهم وهم كانوا بيدبروا المكيده دي؟ مردخاي البواب بتاع ايه؟ القصر، اللي اصلا هامان رايح يشي عليه. ويروح الملك في الصبح بدري يقول هامان: ماذا افعل لشخص قد سر به قلب الملك؟ امانه. عايز اقول لك الامانه ترفع الراس. طب عندي سؤال مهم: هل من حقي انا لو مظلوم مثلا في الشغل ظلمني ومش بيدوني حقي ومش باخد مقابل شغلي، هل من حقي ان انا اختلس من الشغل واقول اصل ده حقي؟ هل واحده مثلا بتشتغل عند حد في بيت وما ادوهاش حقها في شغلها، هل من حقها تسرق صاحبه البيت وتقول ده حقي عشان انا الناس دي ظلمتني؟ هل ممكن ابرر عدم امانتي لاني مظلوم؟ هل يحق كده يعني؟ طبعا احيانا الانسان لو هو يقدر يتكلم ويبرر، لكن ما يمدش ايده وياخد، لا يروح ويشتكي. وافتكر الست اللي هي راحت لقاضي الظلم، برغم ان قاضي الظلم، لكن من اجل لجاجتها
انصفها لانها طيرت النوم من عينيه. كل شويه تروح له تخبط على الباب. احيانا الله بيرد للمظلوم حقه، واحيانا الله يتمهل. فدي من ناحيه الامانه. فقد يتعرض الانسان الامين للرفض او الظلم من اجل امانته. شخص امين في شغله زي ما قلنا احنا دانيال ما بياخدش حقه ومش واخد حقه، وخاصه اذا عاش في عالم يسود الفساد. وزي ما قال الكتاب اذا سقطت الاعمده فالصديق ماذا يفعل؟ في اعمده ساعات بتسقط. لكن انا عايز اقول لك حاجه، الله عنده مكافآت، وفي مكافآت للامانه. الله لا ينسى تعب المحبه وتعب الامناء، حتى ان بدا الثمن قاسي في البدايه. ده في لقا 10 عدد 16. ويقول المسيح الامين في القليل زي ما قلنا من شويه ايضا في الامين في الكثير. وفي رؤيا برضو يقول لك كن امينا الى الموت. زي ما كان حتى لو خدتي على الارض، او زي ما كان يوحنا كان امين في كلمته وما رضيش يغير كلمته، وكان مجازاته ان هو اتقطعت راسه، لكن كان ليه اكليل الحياه. شكرا يا ثروت، حلقه جميله وفعلا وفت موضوع الامانه بطريقه رائعه جدا. يا ريت نكون عارفين انه احنا واخدين من صفات الله، ولأن الله أمين، وكلمة الله بتقول عن أمين هو الله الذي دعاكم إلى شركة ابنه. ولأني أنا عندي شركة مع الله ومع ابن الله، لازم أكون أمين زيه. ساعدنا الرب، يساعدنا إن احنا نكون عندنا أمانة. الرب يساعدنا إن احنا نسعى ونعيش بالأمانة اللي عاش بيها ولاد ربنا الحقيقيين، واللي كان الرب يسوع فيها أمين حتى الصليب. شكرا. جميلا بسمائك صنعته وضمنته لي ضمنته. برنامج قطار الحياة هو برنامج لكل الحياة. على مدار حياتنا بنلاقي أمور كتير شائكة ومحيرة بنحتار فيها. تابعونا في برنامج قطار الحياة، هتلاقوا ردود على كل حاجة محيراكم وعلى كل أسئلة مشككاكم في برنامج قطار الحياة.